يا أصحابي يا حلوين، تعالوا أقول لكم حكاية النهاردة عن سلمى الشجاعة اللي كانت بتحب تلعب وتجري وتضحك. سلمى كانت عارفة إن جسمها غالي جدا ومش من حق أي حد يلمسه من غير إذنها. ماما وبابا قالوا لها: جسمك ملكك أنتِ بس، محدش يلمسك في أماكن جسمك الخاصة اللي بتتغطى بالملابس الداخلية. لو حد حاول يقرب منك بطريقة تضايقك قولي لأ بصوت عالي وابعدي فوراً. في يوم كانت سلمى بتلعب في الحديقة، جه واحد غريب وقال لها: تعالي معايا هديكي لعبة حلوة. سلمى افتكرت كلام ماما وبابا وقالت له: لأ، مش هروح مع حد معرفوش، وجريت بسرعة عند عمها اللي كان واقف قريب. لما رجعت البيت حكت لمامتها كل اللي حصل، ومامتها شجعتها وقالت لها إنها شجاعة جدا، وشكرتها عشان كانت ذكية وما سكتتش. الجد حكيم بيقول لكم يا أصحابي، لو حد حاول يلمسكم أو يضايقكم قولوا لأ بصوت قوي، ابعدوا بسرعة، وروحوا لحد كبير تثقوا فيه. احكوا لماما أو بابا أو أي حد كبير تحبوه. أجسامكم غالية وحقكم تحافظوا عليها وتكونوا بأمان دايما. لو عجبتكم القصة اعملوا لايك واشتركوا في القناة. وأنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم.